استفاد منها منافس عربي هو بيدو اللي هي المملكة المغربية. الأزمة دي استفادت منها برشا بعد عشوائية مدفوعة الأجر، وفما احتجاجات عشوائية تقف وراءها لوبيات، واللوبيات هذه أنا لا أستبعد أنها تكون عندها مصالح مع المغربية. راهو المغرب امشي ادخل شوية وشوف المناطق نتاع انتاج يظهر الخريب في انتاج الفوسفات، وشوف حتى على مستوى تصاور اكتب تصاور تو تشوف الوضعية، تو تشوف هيك المنظر جميل، هيك البيئة. السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى انكم تكونوا مزيان في افضل احوالكم. فيديو جديد، فيديو نتمنى اكيد اننا الاعجاب ديالكم. في البدايه كنشكركم بزاف اصدقاء على الدعم ديالكم متواصل لينا، كنشكركم بزاف على اللايكات، على الكومنتير الزوينه اللي كتخليو لينا، وشكرا لكم بزاف اصدقاء، شكرا لكم بزاف خوتي المغاربه. الدعم ديالكم المسانده ديالكم للفيديو بها كنستمروا، باش ما نطولش عليكم نخليكم تشاهدوا هذا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو ان شاء الله وفرجه ممتعه. يعني بمعنى آخر الماء الماشي للزيتونة مشى للسدرة، في عود يمشي للشركة الوطنية اللي هي السكك الحديدية، مشى لشركة خاصة وكان يمتلكها نائب موقوف توا على ذمة القضية في التحقيقات هذه. والأزمة هذه للأسف الشديد استفاد منها منافس عربي هو بيدو اللي هي المملكة المغربية. الأزمة دي استفادت منها برشا بعد يعني تقلص إنتاجنا للفوسفات خلال الفترة هذه. ذكر ضيفنا شرف الدين اليعقوبي منسق الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم. هات نحكيو على إنتاج الفوسفات في تونس في أبرز الأرقام والمؤشرات اللي ربما تعكس حقيقة الوضع اليوم. تفضل. هو نحكيو يعني تطور الإنتاج، وديما السنة المرجعية هي تقريبا 2010. يعني تقريبا الإنتاج كان 8 أقصى ما وصلته تونس في تاريخها في إنتاج الفوسفات 8.2 مليون طن اللي حققناه يعني في 2010. بعد الثورة يعني تراجع، راه وصلنا في 2012 ولا في 2013 وصلنا ننجو 2.8 مليون طن. أنا رجعت لتاريخ الإنتاج نلقى 2.8 مليون طن هو نفس كمية الإنتاج اللي أنتجناه في 1926 وقت بالبالة وبالبيوش وبالبرويد. معناتها باش تشوف كمية التراجع في الوقت هذاك. وتحدث الأخ على المغرب كانت تنتج تقريبا 10 مليون طن في 2010 كي نقارنوا بعض. اليوم المغرب قداش تنتج 30 مليون طن ومازال باش يتطور يعني الإنتاج، بينما نحن تراجعنا المعدل 3 مليون طن السنة، ماناش باش نفوتوا 4 مليون طن. صحيح فما تقديرات تتحدث على 6 مليون طن، لكن صعيب برشا على خاطر لو نشوفوا الثلاثي الأول والثلاثي الثاني بتاع الإنتاج نعملوا في 700 ألف طن 800 ألف طن. ما نصورش باش يصير تغيير جذري معناتها في الانتاج حتى برجوع القطار، لانه الاشكال الاساسي نعتبره انه رغم اللي نتحدثوا على التحركات الاجتماعيه والاحتجاجات راهي نقصت تقريبا ما عادش موجوده يعني في منطقه الحاضر. منجميق لازم تدخلهم ولازم معناتها توفر الكميات بشكل مطلوب، سينو اذا راهو انت شريك هندي والا صيني والا غيره اللي هما اكبر مستهلكين يعني للفوسفات، اذا ما توفروش انت الكميه اللي طالبها ولا اللي تعاقدت معها، اذا ما توفرهالوش اليوم يمشي للدول الاخرى واللي خاصه باش تكون نقطه سؤالي الاخير قبل ما نحكيو معك على اعاده حوكمه شركه فوسفات قفصه اللي قلت انت لازم يصير التعامل معها بكل جديه، ما هي الشركه ككل الشركات، لانه خلينا نقولوا شركه حيويه جدا في البلاد التونسيه على مستوى وطني. تونس الفوسفات في تونس على مستوى عالمي اليوم، ربما شنو الدول اللي قاعده تنافس فينا، ربما الدول اللي كانت من بعدنا ولات سبقتنا اليوم. وين تونس في هذا؟ تونس فما ترتيب يعني في مستوى الانتاج. اخر ترتيب تونس كانت في 2010 كانت في المرتبه الخامسه تقريبا في مستوى الانتاج، وصلت حتى راهو المرتبه الثانيه والثالثه تقريبا. المغرب راهو حتى كاحتياطات اكثر منا معناتها حتى المقارنه ربما لا تجوز. التوا وين ترتيبنا في مستوى الانتاج؟ اخر ترتيب ربما في 2019 ولينا في المرتبه 12. راهو ولينا نحكيو مصر خير منا، الاردن يعني دول عربيه، وخاطر اكبر الجيزمون تاع الفوسفات موجوده في المنطقه العربيه، العربيه السعوديه داخل الانتاج. معناتها راهو ولينا فما تنافس كبير. ربما الخصوصيه نتاع تونس هي المجمع الكيميائي، هي اعاده معناتها تصنيع مشتقات الفوسفات يعني، واللي هو ذاك فيه فالور اجوتي كبيره برشا. باش نعطيك نقطه اخرى اللي تتعلق بالاسعار، وربما ضيعنا فرصه نحن كبيره ربما في السنوات الفارطه 2022 2023. تعرف سعر الطن من الفوسفات الخام وصل $400 تقريبا، 350 و$400. معناتها اسعار عمرها ما صارت في تاريخ انتاج الفوسفات، وكنا معناتها مداخيل كانت نجم لو كوفرنا كميات كانت مداخيل كبيره برشا واستفدت منها دول اخرى يعني. توا الفوسفات ترجع يعني تقريبا في $150-175 يعني يصير تعطل للانتاج ما نجمش يفي بالتعهدات نتاعو في الجانب هذا. وصلنا المجمع وصل لي يستورد في الفوسفات من المغرب صار في 2022. معناتها هذه الوضعيه بالرغم اللي ثم 2 مليون طن موجودين في المغاسل ما نجمناش نهزوهم. شوف الوضعيه وين وصلت، معناتها ثرواتنا قاعدين نشوفوهم بعيننا. وصلنا معناتها للاسف في 22 نستوردوا. المجمع معناتها يجيب الفوسفات من المغرب باش يرجع يخدم، وثم 2 ملايين طرناطه مطيشين في المغاسل.
معناتها شوف الوضعيه وين وصلت المفارقه باش تعرف اللي فعلا هو وقت اللي سماها الثروه المهدوره. فعلا هذه ثروه مهدوره موجوده هذه. لكن زاد خلينا نقول حاجه، لكن زاد راهو الدوله يلزم تخرج من عقليه نمشي وانت تذكر قفصه بمناطقها الاربعه معناتها نتاع الانتاج نخمموا فيها كان هيك باش نمشي نجيبوا الفوسفات، الاستغلال الفوسفات لا يلزم زاد تقمم توفير بيئه قادر على الحياه في الجهات هذيك. راهو اللي ما مشاش القفصه وما مشاش للرديف وما مشاش للمتلوي وما عاشرش ناسها وما شافش المناخ فيها اللي ما تنجمش احيانا تتنفس، اللي يشوف الوضعيه هذيك بتاعهم ازمه المال يبقى بالشهر ولا شهرين اللي راهو ما فيها حتى شيء في الحد الادنى من المفروض من المسؤوليه المجتمعيه اللي تعمل سبيطار به، لانه ثم امراض خطيره جدا قاعده موجوده هذيك نتيجه هيك التلوث اللي موجود هذيك. ما تلقاش سبيطار يتمتع راهم الناس ما همش طالبين معناتها حاجه بارفيه معناتها طالبين باش تولي جنه، طالبين الحد الادنى اللي يتوفر في المنطقه هذيك من اجل اللي هم يعيشوا في الحد الادنى. وثاني حاجه بالفعل يلزم معناتها الدولة تنقطع على التعامل مع الجانب المنفعي، الجانب البراغماتي هذه نتاع قفصة يلزم تتعامل اللي ثم منطقة عندها مواطنين يلزم مخصصات تنموية للجهة هذيك بعيدا على الشركة. يا خويا خرج الشركة، خلي الشركة هذيك تهتم بجانبها التجاري الربحي ونح منها المسؤولية المجتمع هذه تاخذها الدولة. خذ انت المسؤوليه المجتمعيه، جزء يمكن من الايرادات نتاع الشركه وجههم، اما ما توليش انت تستقيل كدوله في قفصه ومناطق الحوض المنجمي وتحط المسؤوليه على مسؤوليه الشركه هذه. بري انت حل مشكلتك مع العباد. هي شنو اللي يصير في الاخير؟ العباد يقول لك شركتنا بما انك انت خرجت من مسؤوليتك كدوله، وراو لي سنوات حتى من كنا راهو نحقوا في 8 مليون طن راهي كانت بالقمع، راهي ماهيش كانت على اساس نوع من التراضي ما بين السكان غادي اللي يعتبروا الشركه نتاعهم واللي يعتبروا اللي هي تقدم لهم في واجب اجتماعي واللي هي جزء من دولتهم ملك التوانسه الكل. لا، كانت ال8 ملايين هذه مبنيه على القبض. اذا كان رجعنا حبينا الانتاج يرجع لازم يكون على اساس حوار وعلى ارضيه توافقيه جديده تقوم بها على الاقل التخفيف من عبء المسؤوليه التنمويه والمجتمعيه للشركه هذه، خلي تتولها على الاقل في معناتها على الاقل القيام بدورها التجاري والتنافسي. تفضل. بس شو هو كي نحكيو على 8.2 مليون طن سنة 2010 بمعنى أنه شركة فوسفات قفصة كان متحكم فيها طرف وحيد اللي هو الدولة، يعني كان فما انضباط كلي داخل الدولة، تسميه انت قمع أنا نسميه انضباط إداري أنا نسميه ربما هذاك هو واجب العمل، يعني كل واحد كيفاش يصنفه. بعد الثورة للأسف الشديد وليت فما برشا أذرع داخل شركة فوسفات قفصة وداخل يعني كل مؤسسات فوسفات قفصة، وهذا ما خلق الفوضى الكبيرة للأسف الشديد. الفوضى هذه ترجمتها احتجاجات عشوائية. صحيح في قفصة راهو فما احتجاجات نفذها سكان وعندهم مطالب اجتماعية يعني معقولة، لكن فما احتجاجات عشوائية مدفوعة الأجر وفما احتجاجات عشوائية تقف وراءها لوبيات، واللوبيات هذه أنا لا أستبعد أنها تكون عندها مصالح مع المغرب في تعديل إنتاج فوسفات قفصة في فترة ما. المغرب باش تعطل إنتاج الفوسفات في تونس، وللأسف الشديد هذا اللي خلى الشركة توصل العجز عن إصلاح شاحنات، هذا اللي خلى الشركة توصل في فترة ما تعجز عن يعني حتى استخلاص أجور موظفيها، والدولة ولات تستورد في الأصفات. إذن كثرت الأذرع ولا فما أخطبوط منتشر داخل فوسفات قفصة. الأخطبوط هذا يخدم في مصالح أجنبية، الأخطبوط هذا عطل المؤسسة هذه. صحيح يعرفوا فوسفات قفصة مش تمشي الخوص هذه مع المحاولة هذه، فمشاو يلعبوا على ربما القطاعات المرتبطة بفوسفات قفصة منها قطاع النقل، ولجؤوا كذلك إلى التعامل مع الأجنبي في إطار تحقيق مكاسب مالية. لهنا أنا أقول لك لابد للدولة أن تستعيد قوتها في مسألة إنتاج الفوسفات في قفصة دون ظلم، لكن مع تحقيق ربما واجب الانضباط والرقابة الدائمة. نرجع معك بسام فقط هو توضيح، راوك قلت المقاربة اللي تورثت من عهد الاستعمار، اللي أنت تتعامل مع قفصة كمكان للإنتاج، امشي هز الفوسفات واخرج على روحك وخلي بعد لك ولا وما تحققش تنمية ولا شوية وعي نقابي ولا ثم بل كان اولاد المناجم فرقه كي تسمعهم فاش يغنوا راهو تعرف جزء من المأساة اللي عاشوها. معروف هذا خليف وصار راهو ما فماش دار في قفصه ما فيهاش واحد مات في الداموس تحته، راهي كانت فواجع تصير هذيك باللي ضرب. ما عطتهم شيء الدوله للاسف، راهو ورثت المستعمر في اطار نفس الحكايه، للخارج تمشي الخيرات واحنا نمشي للسجون. ما هذه كنيتهم للاسف. يلزم المقاربه تتبدل، مش انا نعمل معناتها نحط معناتها بمنطق قهري نمشي ونهز، لانه الناس اللي حبت تحل الاشكاليه نتاع الفوسفات، مثلا مساله عسكره الفوسفات اللي طرحها الباجي الله يرحمه في فتره من فترات، هي ماهيش باش تحل المشكله، اما مش تحط الجيش في صراع مع السكان.
ما تنجم تحل الاشكاليه هذه الا تعمل في الحد الادنى كيما التجربه المغربيه. راهو المغرب امشي ادخل شويه وشوف المناطق نتاع انتاج يظهر الخريب الخريب في انتاج الفوسفات، وشوف حتى على مستوى تصاور اكتب تصاور تو تشوف الوضعيه، تو تشوف هيك المنظر جميل، هيك البيئه، هيك المستشفيات اللي موجوده غادي، هذا ما ثماش في قفصه واللي هو يعتبروها الشركه الشريفه تحت سلطه الملك في حد ذاته معناتها في الجنة. باش تحكي عن التفاعل توضيح صغير باش ما نضرش ضد الاحتجاجات اللي صارت في قفصه وهذا ضد لا ما المستمعين. هو شوف انا راني حكيت على المساله قلت كان فما انضباط صحيح، راهو كان فما ظلم تنموي كبير برشا يهزوا في الفوسفات، لكن زاد كان فما انضباط اداري. الانضباط الاداري للاسف الشديد ما صارتش فيه مكافاه اقتصاديه وتنمويه لقفص. خلينا نسمعوا ضيفنا. نعاود نذكر شرف الدين اليعقوبي منسق الشبكه التونسيه للشفافيه في الطاقه والمناجم. اشرت الى جزء كبير من الحل اليوم يتمثل في اعاده حوكمه شركه فوسفات قفصه. كيفاش ينجم يكون هذا؟ وكان عندك تفاعل مع الكلام اللي حكيت فيه. هو نوافق خليفه لهنا اللي قال معناتها انه التعامل مع شركه فوسفات قفصه ما عادش تعامل على اساس شركه انتاجيه معناتها، وهي بيدا ما عادش مركزه على الدور الانتاجي، ولات تعمل في اللي هو راهو اساسي ومهم صحيح. لكن زاد ما لازمش ينسيها الدور الانتاجي. هي شركه فوسفات قفصه مش الشركه الاجتماعيه للتنميه. لهنا هذا معناتها، وحتى المنطقه الدوله ولا حتى المستعمر من قبل يتعامل مع المنطقه على اساس ثلاث حاجات: انتاج، نقل وتصدير. اما الناس اللي تعيش غادي وتعاني، ناس معناتها ابائها وجداتها توفاو في الداموس، ناس هوالي تشم فيه، انت كان تمشي للرديف وتمشي معناتها لام العرايس ما تنجمش تشم الهواء، عينك تبدا تدمع وحدها، معناتها راه وضع بيئي كارثي. ما تنجمش تلوم على ناس في وضع بيئي كارثي ويشوفوا في الخيرات، صحيح هي خيرات وطنيه وكذا، لكن على الاقل يشوفوا جزء من المنفعه ترجع لهم. وهذا يفسر في جزء كبير يعني الاحتجاجات اللي صارت في الاليات نتاع الانتاج، تطوير اليات الانتاج، تطوير الحوكمه. تعرف انت البي دي جي نتاع المجمع الشريف للفوسفات في المغرب من 2006 هو بي دي جي، كان يخدم في البنك الدولي وعمل تغيير كامل، معناتها تطوير كامل للمجمع الشريف للفوسفات، اعاده هيكله نتاع حوكمه. انت جوست حاجه برك ادخل على الموقع نتاع المجمع هذا لو سي بي، وادخل على الموقع الالكتروني نتاع في الانترنت نتاع السي بي جي، فرق كبير. معناتها تقول مش يعملوا في نفس المجال. الانشطه الاجتماعيه منظمه صحيح. مثلا شركه فوسفات قفصه عملت برشا انشطه اجتماعيه، تمول السكانير، تشري لك سكانير وطبيب ما فماش، مناسباتيه، تمولت مشاريع، مولت يعني العديد من الانشطه الثقافيه، تظاهرات اعطت للشباب باش يخدم. لكن فما رقم خرج يحكي على 20 مليون دينار تصرفت يعني في ظرف سنتين ثلاثه على برامج اجتماعيه، لكن ما فما حتى امباكت للبرامج هذه، ما صارش تقييم للبرامج هذه. المهم هذه نذكر شرف الدين اليعقوبي منسق الشبكه التونسيه للشفافيه في الطاقه والمناجم. بالنسبه للناس اللي تحت ربما بالمتابعه الان مش عارف شكون ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم، باش نحكيو على اهميه الفوسفات، نحكيو على اهميه حوكمه شركه فوسفات قفصه وتجاوز كل الاشكاليات المتعلقه خاصه باعاده نسق الانتاج نتاع الفوسفات باش يخلي تونس تسترجع حتى مكانتها على مستوى عالمي، باش ترجع اهميتها حتى على مستوى وطني. حتى نذكروا الناس لو عندك ارقام او مؤشرات فيما يتعلق ب خلينا نقولوا مردوديه شركه فوسفات قفصه، ابرز الموارد الماليه اللي رجعتها للدوله التونسيه، كيفاش نجم تستفيد الدوله من الفلوس هذا يا سي شرف؟ والله هو لو نرجعوا ديما السنه المرجعيه اللي هي ديما 2010 مثلا، كانت المداخيل معناتها في الوقت هذاك والدينار نتاع الوقت هذاك مش الدينار نتاع اليوم، تقريبا معناتها المداخيل تقريبا 1728 مليون دينار، معناتها شيفر دافير، معناتها بيوع نتاع فوسفات في الوقت هذاك. وقت الاسعار ما كانتش غاليه برشا. وصلنا في 2018 تقريبا النصف، معناتها 1000 مليون دينار، وتراجع معناتها المداخيل. بينما مثلا ديما نقارنوا مثلا بالمغرب، نلقاو المغرب وصلت تعمل في شيفر دافير في 2022 9 مليار دولار بالفوسفات برك، 9 مليار دولار، معناتها تقريبا فوا 3 معناتها 27 ولا 28 معناتها 28 مليار دينار. شوف معناتها تقريبا ثلث ميزانيه تونس من الفوسفات فقط. معناتها راهو مره اخرى الفوسفات راهو ينجم يكون حل على الاقل وقتي للمشاكل الاقتصاديه. فكيف ما شاهدتي معنا خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساش انت ولا انت الا كنتي اول مره كتدخل لاشين ديالنا، ما تنساش انك تشترك في هذه القناه وتفعل زر الجرس اكيد باش يوصلك كل جديد اللي كيتعلق باخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي على المستوى السياسي. وشكرا لكم بزاف اصدقاء على الكومنتات ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم للفيديو. كنشكركم على كل داك الشيء اللي كتخليونا الاصدقاء. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله.